بتسمع ناس كتير بتقولك لو عايز تحقق دخل عالي لازم تتعلم مهارة عالية الدخل زي البرمجة أو المونتاج أو التسويق، ولكن الكلام ده مش صح. هي أكيد طبعا حاجة كويسة لأي حد إن هو يكون عنده مهارة عالية الجودة، ولكن مش لازم. بمعنى إن هو عادي جدا يكون عندي مهارة عادية أو مهارة دخلها بسيط. خلينا متفقين إنه مش معنى إن أنا عندي مهارة عالية الدخل إن أنا هعرف أشتغل بيها. في ناس كتير أوي عندها مهارات عالية الدخل ولكن مش بتعرف تشتغل، وده بيكون له عدة أسباب. أول سبب مثلا إن المنافسة عالية في المجال اللي هو موجود فيه، أو إن هو ما بيعرفش يسوق للشغل بتاعه، أو إن هو ما بيعرفش يلاقي عملاء. وده يخلينا نرجع لأنه لازم يكون عنده مهارة بسيطة دخلها بسيط ويكاد يكون أصلا ملهاش دخل، زي مثلا مهارة التواصل مع العملاء، وإن هو يقدر يجيب عميل ويقنعه إن هو يشتغل معاه مش بس يجيبه. طيب مثلا هل مهارة زي مهارة التواصل دي دخلها عالي؟ بالعكس، ده يكاد أصلا ما يكونش لها سعر، ولكن بتفيدك في الدايرة أو في الطريق اللي أنت ماشي فيه عشان توصل للمهارة اللي دخلها عالي، إن أنت تقدر تجيب عملاء علشان تقدر تنفذ المهارة اللي دخلها عالي، فبالتالي يكون عندك دخل عالي. طيب حد هيقول لي دلوقتي يا أحمد أنت لسه برضو ما جاوبتنيش، هل لازم أتعلم مهارة دخلها عالي؟ بكل بساطة لأ. طيب أعمل إيه يا أحمد دلوقتي؟ كل اللي عليك تعمله إنك تستمر في المجال أو في المهارة اللي أنت بتتعلمها، لأن مفيش حاجة معينة أو مفيش مجال معين بيكسب ومجال تاني لأ. كل المجالات بتكسب، ولكن بيفرق فيها نقطة ذكائك أنت ومهارتك وشطارتك في إن أنت تكسب فلوس. فده يخلينا نروح لنقطة أهم أصلا من ده كله، ومهارة أهم من كل المهارات اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي، وهي مهارة إزاي تكسب بذكاء. وإن أنت تكسب مش معناه إن أنت تكسب بس فلوس، إن أنت تكسب في أي حاجة لازم تتعلم مهارة إزاي تكسب بذكاء. دي المهارة اللي هتخليك تكون قادر على إن أنت تشتغل، سواء بمهارة عالية الدخل، سواء بمهارة دخلها محدود، سواء بمهارة أصلا ملهاش فلوس. وده كمان يخلينا نفكر، هو يعني لازم أشتغل يكون أصلا عندي مهارة عشان أشتغل سواء بدخل عالي أو بدخل بسيط أو محدود؟ بكل بساطة لأ. لأن في ناس بتقدم محتوى تافه، ما بتتكلمش عن حاجة أصلا، ما بتعملش أي حاجة وبتكسب فلوس. زي مثلا عندنا لايفات التيك توك. هما بيعملوا إيه في لايفات التيك توك؟ ما بيعملوش حاجة، ولكن بيدخلوا دخل، يعني هما عندهم دخل. فاهم؟ في ناس بتتكلم زي ما قلت لك بتفاهة على اليوتيوب، سواء على الفيسبوك، سواء حتى بتعمل رياكت بس على ناس تانية أو على فيديوهات، أو بتعمل حتى تعليق صوت على الفيديوهات بالغرض إن هما بيقولوا إن هما كده بيضحكوا. فاهم؟ وبيعملوا فلوس. في ناس تانية تلاقيها بتبيع منتجات عادية أصلا، لا منتجات مثلا مطلوبة ولا مثلا سعرها غالي ولا أي حاجة، وتلاقيها برضو بتكسب. وده ليه؟ لأنه مثلا بيعرف يتواصل مع الناس، بيعرف يبيع الخدمة بتاعته، بيعرف يقنع الناس بالخدمة بتاعته. ده يخلينا نرجع برضو لنقطة أو مهارة التواصل، لأن دي مهارة من السوفت سكيلز اللي بتساعدك إن أنت تبيع. ونرجع تاني برضو لنقطة الماركتينج، لأن دايما هقولك إن الماركتينج من أهم المهارات اللي أنت لازم تتعلمها، لأن هي هتفيدك في أي مجال. هتفيدك بس حتى في حياتك الشخصية، إن تبدأ تسوق لمهاراتك أو لقدراتك أو في أي حاجة في حياتك. فاهم؟ من غير التسويق مش هتعرف تسوق لحاجة. أنا ممكن يكون عندي أحسن خدمة وأحسن موبايل وأرخص كمان موبايل، ولكن لو اللي جنبي ما يعرفش عنه حاجة مش هيشتريه، هيفضل عندي في البيت. فاهم؟ فلازم أتعلم ماركتينج وأتعلم تواصل عشان أعرف أبيع الخدمة اللي عندي، سواء كانت عالية أو سواء كانت محدودة الدخل. فالخلاصة إنه قبل ما تبدأ تتعلم مهارة اتعلم إزاي تكسب فلوس بذكاء، لأن دي النقطة اللي هتخلي أصلا المهارة ليها فايدة. بص أنا هلخص لك كل الكلام ده في دايرة، هي عبارة عن دايرة فيها المهارات عالية الدخل، فيها مهارات محدودة الدخل، فيها مهارات اللي ملهاش دخل أصلا. أنا حتى عشان أتعلم مهارة جديدة أنا محتاج مهارة ملهاش دخل، وهي الاستمرارية. لأن أنا ممكن أتعلم أو أشوف فيديو أو كورس وما أكملوش، لكن لو عندي مهارة الاستمرارية أنا ممكن أكمل في الكورس ده لحد ما أخلصه وأتعلم المهارة. اتعلمت المهارة وخلاص تمام، وخدت الكورس وخدت شهادة كمان إن أنا اتعلمت المهارة دي، لازم يكون عندي مهارة التواصل عشان أعرف ألاقي عملاء. فاهم؟ أنا عندي مهارة عالية الدخل ولكن محتاج لمهارة سوفت سكيلز اللي هي التواصل من غير دخل، عشان خاطر أوصل للعميل اللي يخليني أستنفع بالمهارة العالية الدخل اللي عندي، فيكون عندي دخل عالي. أنت بقى في الآخر اتعلمت إزاي تكسب بذكاء، هتلاقي نفسك بتكسب من أي حاجة، سواء كانت شغلك العادي، سواء كانت مهارة محدودة الدخل،
أو مهارة عالية الدخل أو مهارة ملهاش دخل أصلا. أنا كده خلصت كلامي. هل أنت بقى شايف إن المهارات عالية الدخل هي الطريقة الوحيدة إنك تقدر تكسب؟ اكتب لي رأيك تحت في التعليقات. أتمنى الحلقة تكون عجبتكم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أشوفك الفيديو الجاي.